تصدق انك ممكن تكون تعبان ومكتئب وعضلك بيوجعك، مناعتك ضعيفه، وكل ده بسبب نقص فيتامين واحد، فيتامين د. العلماء بيقولوا ان في اكتر من مليار انسان في العالم عندهم نقص فيه، منهم ناس كتير جدا في مصر والعالم العربي، بسبب ان احنا ما بنتعرضش للشمس واكلنا كمان غلط. والمفاجاه ان نقصه ممكن يسبب امراض خطيره زي هشاشه العظام، امراض القلب، حتى السرطان. طيب ايه هو فيتامين د وليه مهم بالشكل ده؟ فيتامين د مش بس بيساعد جسمك يمتص الكالسيوم، لا، ده مسؤول عن تقوية العظام ومنع الهشاشة، بالإضافة لدعم الجهاز المناعي وتحسين المزاج، وبيحارب الاكتئاب برضه، وبيقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر، وكمان بيأثر على النوم والطاقة. يعني لو نقص بمعنى أصح هيأثر على جسمك بالكامل، زي ما أنت سامع وشايف كده بالظبط. أعراض نقص فيتامين د حقيقية جدا وناس كتيرة ماشيين بيها وهم مش عارفين أصلا. خد عندك تعب وإرهاق من أقل مجهود، ألم مزمن في العظام والعضلات، صداع كتير وتساقط في الشعر، اللي جايه طبعا مهمة، بيأثر على مزاجك وممكن توصل لمرحلة اكتئاب، مناعتك بتبقى ضعيفة، وفي تعب كتير بالإضافة لتأخر في التئام الجروح. لا لا لا، كل ده بسبب نقص فيتامين د. طيب ايه مصادره بقى يا دكتور فيتامين د؟ اول مصدر ويعتبر الاساسي الشمس. جسمنا بيقدر يصنع فيتامين د لما بيتعرض لاشعه الشمس، بس لازم تتعرض للشمس مباشره مش من ورق ازاز. طبعا ما نتنقعش في الشمس، هو من 10 دقايق ل 30 دقيقه مش اكتر. الناس اللي بشرتها داكنه شويه ممكن تزود المده 10 دقائق او ربع ساعه، مش مشكله. ونعرض اجزاء من الجسم لازم تكون متعرضه مباشره للشمس، زي الايدين او الرجلين او الرقبه. في حالات كتير بتضطر تاخد فيتامين د كمكملات، وده لازم أن يكون تحت اشراف طبيب وبناء على تحليل هيدروكسي فيتامين د 25، وده بيكون فيه نتائج اقل من 20 نانو جرام على الملي، ده بيكون نقص. طيب اقل من 12 نقص حاد جدا، من 30 ل 50 طبيعي، فوق ال 100 بيكون خطر تسمم. طبعا ما تاخدش فيتامين د من نفسك، اغلب الناس بتفتكر ان هو امن زي فيتامين سي، بس الحقيقه لا، الزياده ممكن تسبب تسمم، وده بيأثر على الكلى وبيزود الكالسيوم في الدم بشكل خطير. 3 خطوات لازم نمشي عليهم: روح للدكتور، اعمل التحليل، خد الجرعه المناسبه لجسمك. في النهايه لو حاسس ان الحلقه دي فتحت عينيك على معلومه، استناني في الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن اكتر 5 اطعمه فيها فيتامين د ومحدش بياكلها، وبرضه في فيديو تاني ازاي نتعرض للشمس بطريقه امنه ونستفيد منها من غير ما نضر جسمنا. اكتب لي في الكومنتس تحب نبدا بايه، وما تنساش تشارك الحلقه مع اي حد تعبان ومش لاقي التفسير لحد. سلام.